كواكب الفردوس خادم الرب يسوس ضياء دير البراموس اختاروا عمانوئيل آثر أن يستقل ليكن خادم الإنجيل رشح للأسقفية فغدر الإكليريكية مفضلا البرية فضل حياة الخلوة سلك طريقا كربا أعطاه الله حكمة أشفق عليه الآباء صلى القديس برجاء سندت ونعيت السماء خرج الرهبان السبعة فوهب نفسه للخدمة للذين طردوا بالقوة ولما جاء الحين رجع الرهبان فرحين إلى ديرهم مسرعين صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة أرشده عمانوئيل قام بعمل جليل في دير أنبا صموئيل اختارته عناية الله ليكون راعي الرعى كان يبكي بمرارة عظيم في جهاده حاكم في إرشاده اختاروا الرب إلهه تابع قول الرسول ووبخ الكسول خدم نفسه البتول أشفق على القاطع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع لم يخطب ود المدحين أرشاد المنافقين كان الرجل الأمين الصادع بالحقيقة محب الخليقة صديق الملائكة قام وقت الأسحار في القوة والأمراض ليسبح رب القوات الله اشتم صلواته وبخور مع أصوامه قابلها قدامه السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى السلام لأرميا الجديد صاحب النسك الشديد ذو الدموع والتنهيد نلت نعمة موسى وكهنوت هارون وحكمة سولومون إلى النور هدانا لصداقة مريمينا وكنيسته بناها في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحية بأعجوبة أعد لنا رفات حبيبنا ماري مرقس كاروزنا
كيرلس. المساكين أعطاهم، المرضى شفاهم، الحزان عزاهم. كيرلس. أحب أهل الحبشة، راعى الكنيسة، عملهم بمحبة. كيرلس. في كنيسة الزيتون ظهرت الأم البتول في عهد الراعي الحنون. بيده عمل الميرون بين المؤمنين من بعد طول السنين. سمى انتقال الأبرار إلى السماء أصفر، طلب رب الأنوار. ترك وثيقة أن يدفن في ديره بجوار شفيعه. دعته السماء فلبى النداء ورحل للآباء. في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده. اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله الديان. يا أبناء التسبيح أنظموا اليوم مديح لحبيب يسوع المسيح. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل